السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هعمل معاكم وجبة فطار كده صحية سريعة كده بسيطة، حلوة للدايت، حلوة لمرضى القولون، مرضى السكر، الناس اللي بتحب الاكل الصحي. الاكلة دي ليكو هتحبوها جدا. هجيب هنا قطعة جبنة بيضة، جبنة قريش اللي هي الفلاحي. هجيب فلفل رومي بارد، او فلفل الوان. لو بتحب الحراق حطيه. هقطعه كده مكعبات صغيرة. ممكن تحطي عليها طماطم، بس لو هتحطي طماطم ما تحطش حبة البركة. انا هحط على حبة البركة، ما تحطيش حبة البركة عليها. هحط هنا معلقتين كبار زيت زيتون، وهحط رشة حبة البركة. طبعا مش هحط ملح علشان خاطر هي بتيجي فيها ملح، ولو خفيفة برضو من غير ملح بتبقى حلوة يعني. مش محتاجة ملح ولا حاجة خلاص، بس هي بيبقى فيها نسبة ملح، يعني بتيجي معمولة بملح، نسبة بسيطة خالص من الملح. هخلط كل المكونات دي مع بعضها كده، وهجيب طبق التقديم او طبق الاكل اللي هناكل فيه، وابتدي بقى ايه احط الجبنه بتاعتي فيها. عايزه اقول لكم مشبعه جدا، من اول معلقتين ثلاثه تحسي ان انتي شبعانه. بتشبع بسرعه جدا وبتملى بطنك وخفيفه على المعده كده وبسيطه خالص، ومكوناتها بسيطه، مش صعبه يعني، موجوده في اي بيت. هقطع طماطمايه كده، وهقطع خيار اعمله شرايح كده. طبعا بقى اي خضار سلطة انت بتحبي تاكليه، كتري من الخضار برضو، من السلطة عامة يعني انا هتحب الوصفة جدا. قطعت فلفل الوان، والفلفل الالوان ده بيبقى حلو جدا، بيبقى مسكر، فلما تاكليه كده جنب الاكلة ديت بجد طعمه لذيذ. خلاص كده خلصنا. هجيب بقى هنا شريحة من التوست الاسمر، او نص رغيف بلدي، يا ده يا ده، الاتنين نفس السعرات ونفس القيمة الغذائية. يا قطعة من دي، يا قطعة يا نص رغيف بلدي. وده كان الوصفة بتاعتنا النهاردة، وصفة الفطار سهلة وسريعة وبسيطة وصحية جدا. أنا عن نفسي بطني تعباني، فالأكلة دي بتريحني جدا 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 عند القولون، فالأكلة دي مريحة جدا، فجربوها هترتاحوا. ويعني حاجة كده بسيطة خالص. ما تنسوش اللايك. مع السلامة.